في الفيديو ده هوريك ازاي نقدر ان احنا نعمل ريموت لاي حاجه موجوده عندنا في البيت، والحقيقه هو اكتر استخدام ليه في الاضاءه. يعني الاضاءه نقدر نشغلها بالريموت، نلاقي مثلا نجفه لو عايزين نشغلها او نطفيها عن طريق الريموت كنترول، لو في اضاءه في السراحه في بعض الموديلات بيجي معاها الريموت كنترول ده. اي حاجه مركب لها اضاءه ممكن تكون مخفيه او اضاءه ظاهره ومش عارف تحط المفتاح فين، انت ممكن تستخدم الريموت كنترول الوايرلس ده. بس بصراحه احنا ممكن نستخدمه في اي حاجه، مش لازم نطفي ونشغل اضاءه، ممكن مروحه، شفاط، ممكن نوصله على فيشه مثلا نستخدمها لاي حاجه، موصلين فيها اي حاجه. بس طبعا خد بالك من قوه الحاجه اللي انت بتركبها او بتوصلها على الجهاز ده، لان هو ليه حد معين كده هنشوفه مع بعض. خلينا بقى نختصر الكلام ده كله ويلا بينا نتعرف على الجهاز بتاعنا. انا عارف ان الناس المحترفه في مجال الكهرباء عارفين الجهاز ده كويس جدا، بس انا كلامي موجه ومعظم فيديوهاتي موجهه للناس اللي هي المبتدئه، اللي هي بتحب تعمل الحاجه دي بس مش عارفه تعملها ازاي. ودايما انا حاطط الهاشتاج بتاعي اللي هو اعملها بنفسك. مش قصدي ان انا اقطع على الفنيين خالص، انا عايز اساعد الناس اللي عندها فكره معينه عايزه تنفذها بس ما كانتش عارفه الطريقه ازاي. ممكن فيديو من فيديوهاتي يوجه نظر الراجل اللي هو مهتم شويه بالمجال او عنده حاجه كان عايز يعملها كده بشكل معين باسلوبه هو، وهو مستمتع ان هو يعمل الحاجه دي. انا بعرفك في الفيديوهات بتاعتي ازاي تقدر تعملها من غير ما تحتاج لحد. ناس تانية ممكن تاخد الفكره دي وتطلب من الفنيين ان هم يعملوها لها، فيبقى برضه في الاول ولا في الاخر انا ساعدتك يا عزيزي المشاهد الجميل عشان تنفذ الحاجه اللي انت نفسك فيها. يلا بينا بقى نشوف الجهاز الصغير ده بيعمل ايه، ازاي هنوصله وازاي هنشغله، وهجربه لايف قدامكم. خليكم معايا وما تروحوش في اي حته. بغض النظر عن البراند او الماركه بتاعته، هم كلهم بيأدوا نفس الغرض، ولكن لازم تنتبه لحاجه مهمه جدا هنا. ايه هي؟ ان هو الجهاز بيستحمل لحد 1000 واط في 4 باور، يعني كل حاجه هتوصلها ما تتعداش الاستهلاك بتاعها 1000 واط اللي هي 1 كيلو واط. هنبدا نتعرف كده على الاطراف بتاعته. هنلاقي فيه هنا دي الانتنه اللي هي البيضه دي، مالناش دعوه بيها وما بتتوصلش باي حاجه، دي عشان تستقبل الاشاره اللي جايه من الريموت. ايه الحاجه الثانيه؟ عندي هنا بلاك وبلاك، 2 بلاك اهم، اوكي، دول اللي هم الطرف الارضي لمدخل الكهرباء، وكمان مشترك مع الطرف الارضي لللمبات او الحاجه اللي احنا هنوصلها ايا كانت، المهم انها ما تتعداش ال 1000 واط. عندي ايه تاني هنا؟ عندي الريد اللي هو مدخل الكهرباء الانبوت، وعندي هنا 4 اسلاك اللي هم البني والاصفر والابيض والازرق، دول بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا الاربع اجهزه او الاربع لمبات او الاربع حاجات اللي هيتوصلوا عشان نقدر نتحكم فيهم بالريموت ده. زي ما احنا شايفين كده الريموت ده فيه اون واوف، وهنا A وB وC وD، دول اللي هم الاربع اجهزه نقدر نشغلهم ونطفيهم من الزرار دي، وهنشوف كده عملي الموضوع ده هيتم ازاي. طيب عشان نجرب الجهاز بقى محتاجين 4 لمبات، كابل كهرباء للتغذيه، وما تستغربش الفيشه عامله كده لان دي الفيشه اللي هي بتاعت الامارات. بالمناسبه الجهاز ده انا جبته تقريبا ب 35 درهم اماراتي من امازون، وهسيب لكم اللينك في اسفل الفيديو، وما اعرفش سعره في مصر كام يعني بصراحه عشان ما حدش يسالني. وهنحتاج الجلافز ده مالكش دعوه بيه، انا بحب استخدم الجلافز وانا بعمل اي حاجه، وقصافه وشريط لحام او شكرتون. ولازم يا جماعه يكون شكرتون كهرباء، ما يكونش شكرتون عادي كده شفاف لازق شفاف، لان ده بيبقى ليه مواصفات خاصه. طيب يلا بينا بقى نبدا نشتغل كده، يلا بينا نبدا العمليه الجراحيه. طبعا يا جماعه بالنسبه لدي فهي لمبه عاديه خالص، لمبه الاوز اهي. بصوا يا جماعه 3 واط، اوكي، واحنا هنا عندنا رينج قلنا لحد كام؟ لحد 1000 واط، يبقى دي اوكي معانا. طبعا متوصله هنا بسلك عادي خالص، اوكي. هنبدا بقى نقشر السلك ده، استعنا على الشقه بالله. ادي اول واحده، وتاني واحده متقشره اهي، وتالت واحده اهي، ودي رابع واحده. ده انا هبهركم دلوقتي، هبهركم. طبعا كلامي للمبتدئين، الناس اللي هي ملهاش خبره في الكهرباء. بالنسبه للمحترفين دول يا جماعه انا تلميذ. هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ هنقوم جايبين كده على الاطراف اللي هي بتاعه الاربع لمبات دول، هناخد طرف بس واحد منهم مشترك، اوكي، وهنعمل ايه؟ هنوصله كله ببعضه. طيب وهنوصل مع مين؟ هنوصل مع الاسود الارضي بتاع الجهاز بتاع الدايره كلها اهو، اوكي. نقوم جايين هنا نقوم عازلينه عشان ما يعملناش قفله ويبهدل لنا الدنيا. اوكي، اتاكدنا كده ان كل الاطراف اهي، كل الاطراف اللي جايه واحد منهم مشتركين كده كلهم مع بعض، وكلهم ايه داخلين على الطرف الارضي بتاع الجهاز.
احنا قلنا هنا دول الاربع سويتشات او الاربع مخارج للريموت. اوكي، هنبدا ان احنا نعريهم كده وناخد واحد واحد. قال لك هنا رقم واحد، خلينا بس نبص تاني كده عشان نراجع، عشان بس تبقى عارف انت بتوصل ايه. رقم واحد اللي هو البلو اللي هو الازرق، رقم 2 الابيض، ورقم 3 الاصفر، ورقم 4 اللي هو البني اللي هو هنا ده رقم واحد اللي هو A وB وC وD، وعايز يقول برضو نفس الترتيب بتاعه. انا هقول مثلا ان دي واحد، بلاش نرتب، خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. دي اول واحده، خلينا نتفاجئ بقى واحنا بنشغل نشوف مين اللي طلعت رقم واحد ومين رقم 2، او مين A ومين B ومين C ومين D. اوكي، برضو ما تنساش اي حاجه توصلها تقوم ايه بديها ايه عزله خفيفه كده. انت لو بتجرب يعني زي ما حالاتي كده، بص عزله خفيفه بس. خد الاصفر مع اي حاجه بقى، اي طرف هيجي لي بقى، والله انا مش برتب. اوكي، انت بقى لو انت بترتب فعلا وعايز مثلا الزرار الاولاني يشغل الحاجه الاولانيه والزرار الثاني يشغل حاجه ثانيه كمان، يعني مثلا لو عامل هيدن لايت في السقف، وعامل الزرار مثلا الثاني ده ان هو يشغل النجفه، الثالث شغل اللمبادير مثلا، الرابع يشغل اي حاجه اباجوره ولا مش عارف. وده الثالث خلصنا منه، فاضل لنا بقى واحد ايه اخير. اي عزله خفيفه بس كده. الطرف الازرق اهو. بصوا يا جماعه، هو انا عشقي الاول والاخير الحاجات الايه الكهربائيه والالكترونيه والسوفت وير والحاجات دي، ده عشقي الاول والاخير بصراحه. وبحب بقى اقعد اعمل اختراعات كده طول ما انا قاعد، فطبعا انا بشارككم الاختراعات دي، ويمكن نطلع باختراع كبير قوي ولا حاجه. دلوقتي فاضل لي اخر طرفين اللي هم الانبوت. اوكي، ده كابل الكهرباء، عشان بس كابل الكهرباء ده ما يطلعش قصير، فانا هعمل له اكستنشن صغير. هجيب حته سلكه كده عشان نطول بس بيها الدنيا شويه عشان ما تبقاش قصيره علينا، وهحط ده المدخل بتاع الكهرباء الانبوت، والطرف الثاني اللي هو الاسود كده وصلته بزي اكستنشن كده او كابل، يعني كابل تطويله كده من الاخر. تمام، اخره فين بقى الكابل ده؟ اخره هنا. هعري يعني الكابل ده هنعمل ايه بقى هنا. نقوم ايه بس مدينها حته كده عشان بس السلك ما يهربش منها. ادي طرف الكهرباء الاولاني اهو، وده طرف الكهرباء الثاني كده. نأمنه برده هو كمان ولا ملوش نفس ده اهو. اوكي، هنروح نوصل دي بقى بالفيشه عادي خالص، ونبدا نشغل ونقول بسم الله. بس قبل اي حاجه لازم اقول لكم ان الريموت ده بيشتغل ببطاريه اهي. البطاريه بتاعته غلسه شويه بس هي بتطول، اللي هي ال 12 فولت الرفيعه دي. خلينا نشوفها كده اهي، اللي هي A23 اهي، حتى مكتوب هنا جوه كمان 23A اللي هي دي. بالنسبه لسعرها كام، فهي على امازون انا جبتها ب 3 درهم ولا 4 درهم يعني تقريبا. شفتها في مولات واماكن ثانيه بتتباع ب 20 درهم، يعني حاجه فظيعه يعني، فرق في السعر فظيع. فانت خلي بالك بقى عشان ما حدش يحور لك في سعرها. نبدا نركبها بقى هنا كده. اوبا، بص كده هيبدا ينور كده بقى ينور بقى عاش. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشغل الزرار. اول ما شغلت زرار الكهرباء واحده بس نورت، انا مش عارف هي نورت ليه بصراحه، يعني محدش اذن لها انها تنور. نقول واحد هي دي طلعت رقم واحد، او اللي هي رقم A، دي رقم B، دي رقم C، رقم D. سامعين التكه دي؟ تكه الريلي. كده اون يشغل كله مع بعض، كده اوف يفصل كله مع بعض. طب انا لو مشغل دي ودي مثلا اوف فصلوا مع بعض، طب مشغل دي ودي ودي اوف. التكتكه دي اللي هو ايه صوت الريليهات اللي موجوده هنا، او اللي الكتاوت اللي موجوده هنا، لان طبعا الاشاره اللي بياخدها من هنا ضعيفه، عشان الاشاره اللي بياخدها من هنا تتطبق على الدائره الالكترونيه الصغيره اللي جوه دي عشان يشغل لك ويطفي لك 220 فولت. فطبعا لازم يستخدم ايه ريليهات. هنشوفه دلوقتي من جوه شكله عامل ازاي، يعني استنوا شويه عليا كده في الفيديو. ده حاجه عظمه جدا. طبعا الجماعه المحترفين هم شايفين ان انا بعمله ده حاجه تافهه، بس انا زي ما قلت لكم الفيديو موجه للناس اللي هم المبتدئين اللي ما يعرفوش يعملوا الحاجه دي. دلوقتي انا علمتهم ازاي يعملوها خطوه بخطوه. اعملها بنفسك دايما. هفصل الكهرباء بقى عشان اوريكم الجهاز ده عامل ازاي من جوه. طيب عشان نعرف الجهاز ده عامل ازاي من جوه نشوف شكل الدايره بتاعته. طلع بس الظهر بتاعه كده شويه عشان بس ما بقاش حارمكم من حاجه يعني. بس الجهاز من جوه هتشوفوه اهو. بص بقى، ده السنسور اللي هو بتاع الريموت، مستقبل اشاره الريموت، وده تحتيه IC حلو جميل. وبعد كده الفيلم ده كله بيشغل ايه؟ بيشغل 4 ريليهات او 4 كتاوت. خلينا نقول 4 كتاوت اهم، 4 كتاوت. كل كتاوت من ده بياخد الاشاره اللي هي الضعيفه من هنا، بياخد الاشاره من هنا ويديها يعمل اون او اوف، اكنه مفتاح كده مانيوال. بس الكهرباء هي او الاشاره اللي جايه من هنا هي اللي بتدوس على المفتاح تطفيه وتشغله، تشغله وتطفيه وهكذا. الجهاز من جوه او شكل الكارته بتاعته زي ما قلنا، طبعا دول 4 كتاوت. كل كتاوت من دول
متوصل بلمبه من اللمبات او مخرج من المخارج، ده مستقبل اشاره الريموت. كارته خفيفه ظريفه لطيفه. نرجعه بقى زي ما كان. بعد ما شفنا طريقه التوصيل وجربنا الجهاز مع بعض، ما تحرمنيش من تعليقاتكم ومشاركاتكم، ويا ريت تشيروا الفيديو. لو بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش الفولو واللايك برضه لو بتتفرج عليا من اليوتيوب او من اي منصه ثانيه، وما تنساش تشترك في قناه اليوتيوب عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. شكرا لوقتكم واتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.